السلام عليكم، عاملين ايه؟ وكل سنة وانتوا طيبين. طبعا رمضان على الابواب وموسم الفول هيرجع تاني. فهنبدأ بقى نعمل فول في البيت علشان السحور. هعمله لكم النهاردة بطريقة سهلة خالص، هيطلع معاكم احلى من بتاع المطاعم كمان. وهنعمله في القدرة وهنعمله في الحلة، وهقول لكم الفرق بين الاتنين، وارشح لكم ان انتوا تعملوا ايه اكتر. ويلا بينا بقى نروح على المقادير. اول حاجه بجيب نص كيلو من الفول. الفول ده انا عامله الكميه النهارده كيلو، هقسم نصها قدره ونصها في الحله. لازم يكون فولايه كبيره وتكون فاتحه مش صغيره ولا غامقه. معايا نص كوبايه من العدس ونص كوبايه من الفول المدشوش وجزرايه مبشوره بتديني لون خطير وليمونيه. معلقه من السكر وكركم. كمان معايا بيكنج باودر، مش هحط الكيس كله، بحط شويه بس منه علشان القشره بتاعتي تتهري وتبقى ناعمه وطريه. حطيت كميه الفول بتوصل لنص القدره كده تقريبا، ما تزودوش عن كده. وبحط بقى عليها كل الحاجات، بحط الفول المدشوش والعدس طبعا اللي مغسول والجزرايه، وبعصر الليمون وبحطها كمان بالقشره بتاعتها والكركم. وبزود كمان البيكنج باودر، وزي ما قلت لكم البيكنج باودر ده بيخلي لكم القشره بتاعه الفول طريه جدا، لدرجه وهو بيستوي انتوا مش هتلاقوا اصلا حبيبات للفول. بزود الميه المغليه بتاعتي، وبعد كده بسيبه بقى على نار هاديه زي الشمعه. بيقعد بالظبط من ساعتين ل3 ساعات، مش هيكتر عن كده وممكن اقل، يعني انا عندي فعلا ما كملش ساعتين. نفس المقادير هحطها في الحله، وبرده هزود عليها الميه وهحطها على النار على نار هاديه جدا. هقول لكم بقى الفرق بين تسويه الحله وبين تسويه القدره، والفرق بينهم الاتنين في الشكل وكمان في الطعم. زي ما قلت لكم بقى، وهو على النار كده هنلاحظ ان الميه بتاعته بتقل، فمش هنفتح عليه كتير علشان ما يأكسدش ويسود، ولكن كل مثلا ساعة كده هفتح اقلب تقليبة وازود مية مغلية. لازم المية اللي ازودها تكون مغلية، ما تكونش مية من الحنفية ولا باردة، علشان اللون بتاعه ما يغمقش ونوقف التسوية بتاعته. فنحط مية مغلية علشان يكمل في التسوية. وشايفين اللون بتاع الفول بتاع القدرة طالع اللون كهرمان بسبب الكركم وبسبب الجزرايه، والجزرايه مش بيبقى ليها طعم خالص يا جماعه، بس بتخلي لي اللون بتاعه خطير. وشايفين كمان القوام بتاعه عامل ازاي. عايزه اقول لكم القشره بتاعته دايبه جدا، دايبه خالص، مش مستحمله يعني. ولونه بصراحه كان خطير. بالنسبه بقى للفول بتاع الحله، هو كان القوام بتاعه اخف شويه، يعني لو حد بيحب الفول قوامه اخف فهيعمل الفول في الحله. اللون بتاعه كمان كان اغمق شويه، لان طبعا المساحه اللي بتأكسد اللي هي بتاعت وش الفول دي لما بنفتح على الحله بتبقى اكتر، فاللون بتاعه كان اغمق شويه. والفول بتاع القدرة برضو كان مستوي اكتر منه، او خد وقت في التسوية اقل من الفول اللي كان معمول في الحلة، لكن الاتنين طعمهم حلو جدا. لكن بالنسبة لي انا بفضل الفول اللي بيتعمل في القدرة. شايفين القشرة مهرية ازاي بتاعت الاتنين بسبب البيكنج باودر. بعد ما بيخلص بقى بحطه في علبة كده وعليها زيت، ده الاستخدام اللي انا هستخدمه في كام يوم. ولو انا بقى هشيله في الفريزر بحطه في اكياس كده وبحفظه في الفريزر. بطلعه قبل الاستخدام ب5 أو 6 ساعات واسيبه يفك لوحده، وبعد كده بستخدمه في السحور. شايفين اللون قد ايه بتاع الفول تحفة. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وقولوا لي في التعليقات بتعملوا الفول بنفس الطريقة ولا ليكوا طريقة تانية بتعملوه بيها، وبتفضلوا كمان الفول بتاع القدرة ولا بتفضلوا الفول اللي بيتعمل في الحلة.